على القوام، يا نهار ابيض. شايفين الزبادي عامل ازاي؟ شايفين الزبادي؟ هو ده الزبادي الصح. لازم تعملوا بالطريقه اللي انا بقول لكم عليها دي عشان يطلع معاكم مظبوط. احلى، ما تقوليش بقى لا مصانع ولا اي حاجه. شايفين قوام الزبادي؟ شايفين؟ شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. الله، هو ده الزبادي. فظيع. عشان نعمل معانا زبادي طبيعي، حاجه تطلع معانا 10 على 10 زي اللي بنجيبها من محلات وافضل، ده بالعكس ده هيبقى طبيعي ونعمله في البيت بكل سهوله ويطلع معانا متماسك. هنحتاج معانا اهم حاجه نوعيه اللبن او نوعيه الحليب اللي احنا بنستخدمه في الزبادي. واحنا هنا معانا 2 كيلو من الحليب، طبعا عارفين مصدرهم، فلاحي حاجه كويسه يعني 10 على 10. اتعاملت معاه وجبت منه اكتر من مره، حاجه 100 100. هنحاول ان احنا يا دوبك ندفيه زي تخليه زي دمعه العين كده او زي رضعه الطفل. دي اهم نقطه في النقط. بعد كده نوعيه الزبادي نفسه اللي بنستخدمه في الوصفه لازم يكون زبادي نوعيه كويسه. وهنا هنبدا بال2 كيلو حليب نحطهم على النار. هننزل على النار بالشكل ده ونخليهم طبعا زي ما قلنا يدفوا معانا، نخليهم زي رضعه الطفل كده. وعشان يطلع معانا الزبادي كويس اثناء ما احنا بندفيه على النار او بنحاول ناخد بكرنيب او اي حاجه عندنا ونرفع فوق كده، بحيث ان هو لو خفيف او حاجه كل اللي فيه يتبخر، يطلع بخار. عشرة 15 مره بنفس الطريقه كده هتاخد، بعد الطريقه اللي انا قلتها لكم ده هتاخدوا منه احلى زبادي، لغايه لما تبص تلاقي على وشه زي رغاوي كده من فوق. شايفين الرغاوي اللي على الوش ده؟ هو ده اللي احنا عايزينه. كده الحليب بتاعنا بقى دافي، بقى زي رضع الطفل، هنبدا نشتغل فيه على طول. هنحتاج معانا بوله فاضيه ننزل عليها ب2 من الزبادي. هننزل عليهم كوبايتين من الحليب. نبدا نقلب الزبادي في الحليب كويس. اهم حاجه نخليه كله يتجانس مع بعضه كويس، بحيث يديني نتيجه تكون نتيجه مرضيه، في نفس الوقت تكون متماسك اكتر. هنا طبعا بعد ما قلبناه كويس هنحط كله على بعضه تاني بالطريقه دي، وهنقلب ده كله كويس تاني. كده الحليب بتاعنا بقى جاهز ان هو يتعبى ويخش الفرن. طبعا الفرن بتاعنا احنا مجهزينه قبلها ب 10 دقائق، نولعه ونسخنه 10 دقائق وبعد كده نفصل الفرن. طبعا هنجهز معانا الكوبايات بتاعتنا وهنبدا نعبي الحليب في الكوبايات. ناخدهم كوبايه كوبايه كده احسن. او ممكن نقرب كده. الفرن بتاعنا طبعا سخن وجاهز. هندخل الزبادي بتاعنا في الفرن. طبعا هنخليه من 8 ساعات ل 12 ساعه ونطلع بيه، يعني يوم كامل مثلا، هيطلع معانا احلى زبادي باذن الله.